وعندك كبشه لحمه مفرومه زي بتاعتي دي، بصوا هنطلع بيها اكله النهارده عظمه على عظمه. اول حاجه انا حطيتها في الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين من غير اي ماده دهنيه، تمام. ضربت نص كيلو من الطماطم وقمت حطاها عليها كده اهوت على طول، وهبدا ان انا احيقها بملح وفلفل ومكعب من المرقه فقط لا غير، وهديها تقلبتين كده واسيبها لغايه لما تتسبك معايا خالص. اول ما تتسبك معايا خالص انا معايا يا جماعه كيس من السبانخ اللي انا كنت مفرزاها في الفريزر. ما عندكيش متفرزه هات من السويا ست البنات على حسب الاكله بتاعتك عليها بقى واسيب. خلاص اتسبكت معايا وبقت زي الفل. احط كيس السبانخ كده اهوت ماشي، واغطي عليه الغطا مفيش دقيقتين بالظبط هتلاقيه فك معاكي وبقى زي الفل. هنا بقى بدات ان انا اضيف له اخر حاجه كنت ضايفاها مكعب المرق، احط له كوبايه من الميه واسيبها كده لغايه لما تستوي خالص. بتبقى بجد بجد طعمها في حته تانية خالص. لو ما جربتهاش باللحمه المفرومه لازم تجربيها، اكنك بتاكليها باللحمه القطع بالظبط يعني، تمام. دي التركايه بقى الحلوه كده. بعد ما استوت قمت جايبه فصين توم وقمت مخرطاهم كده بمعلقه سمنه في طبق صغير كده اهوت